أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا
شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا صدق الله العظيم. بارك الله فيك صديق مليان من اندونيسيا، نفع الله بك. نستمع للشيخ عبد الرشيد صوفي في ملاحظات. مرحبا صديق، كيف حالك؟ تعرف عربي انت كويس؟ شوي. درست في اي بلد في مصر مثلا؟ لا فقط في اندونيسيا. اندونيسيا ما شاء الله. ولكن تستمع الى اي شيخ تستمع اليه؟ مصطفى اسماعيل. شيخ مصطفى. الحمد لله الحمد لله. عينه. نعم متاثر بهم جدا. اسمع الشيخ هيقول لك ايه بقى. لك لا حضرتك اللي حتقول. لا 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 الله يكرمك. لا والله. الله يكرمك. شوف يا شيخ صديق، هو لا مانع ان نستمع الى المشايخ ونتعلم طريقتهم وكذا، ولكن كل ذلك لابد ان يكون تحت اشراف احكام التجويد. يعني احكام التجويد هي التي تحكم الصوت. فاذا خرج الانسان عن يعني احكام التجويد حتى لو كان صوته جميل لا يفيد شيئا. الان مثالا يعني صراطا سويا لما قرأتها الغنة هنا فخمت عنك، ما من ألف وقفت عليه لأن هذه سورة كلها ألفات. حفية، إن الشيطان كان للرحمن عصيا، لا تقف على الألف إنما تقف على همزة أو ها عصيا. هو يمكن بيسمع المشايخ كده. ليس شرطا ان يكون الشيخ ده في نظرك. لا، والأسوأ من ذلك كله عندي السكتات، قواطع الكلمة في وسطها تقف عليه كأنك تتنفس، ما في تنفس، ولكن السكت ممتنع أن تسكت بين كل